تعالوا النهارده هنعمل الكنافه. اول حاجه انا عندي كيلو كامل من الكنافه، هستخدم عليه كوبايتين من السمنه وكوبايتين من السكر. اول حاجه انا هريت الكنافه كويس قوي، يعني خلاص مش بقى فيها اي تكتلات، وبدات ان انا اقطعها من بعضها كده تكون قطع صغيره، ونزلت عليها اول حاجه بكوبايه من السمنه، وبدات ان انا اخليها تشرب السمنه كلها. هنزل بالسمنه بالتدريج. اول حاجه نزلت بكوبايه وخلاص الكنافه اتشربت اول كوبايه من السمنه، نزلت عليها بكوبايه الا ربع من السمنه. والربع التاني هركنه على جنب، هتشوف انا هعمل بيه ايه تاني دلوقتي. بعد كده انا عندي كوبايه من السكر، نزلت بيها على الكنافه وبدات برضو ان انا اقلبها كويس، يعني الكنافه تختفي تماما وتشرب كل السكر والسمنه اللي انا حطيتها عليها. هبدا اقلبها كويس، قلبي فيها يعني على قد ما تقدري خليها تشرب السمنه كده وتكون طريه، عشان لما تيجي تضغطيها تكون سهله وتشكل معانا بسرعه. تاني حاجه قسمت الكنافه لنصين، بس النص اللي كان في الصينيه كان ازود شويه، عشان هرفع الجناب بتاعتها في الصينيه وكده، عشان لما اجي احط فيها الكريمه مش الكنافه مش تفتح عندي وتلزق في الصينيه من تحت. بعد كده بدأت ان انا اجيب صينية تانية، وبدأت ان انا اضغطها، يعني النص اللي انا سبته في الصينية بدأت ان انا اضغطه كويس قوي على قد ما اقدر، بصينية تكون اصغر من اللي انا حطاها فيها، وبدأت ان انا ارفع جناب الصينية شوية. بعد كده هعمل الكريمة عندي اللي انا هحشيها بيها، عبارة عن كوبايتين ونص من اللبن، 3 معالق من النشا، معلقتين من السكر، وبدأت ان انا اقلبهم كويس قوي على البارد لحد ما السكر يدوب والنشا برضو تدوب في اللبن كده. وبعدين رفعتهم عندي على النار، ونزلت عليهم ب3 معالق من القشطه. لو مش عندك قشطه عادي، القشطه دي انا كنت مدبقاها من وش اللبن، وبدات ان انا اقلبها بقى في اللبن اللي كان على النار لحد ما تقلت معايا. انا عايزه سمكها يكون اتقل من المهلبيه اللي احنا بنعملها، زي ما انتوا شايفينها كده. بصوا بشيلها بالمعلقه تقيله تقيله خالص، وبدات بقى ان انا اشيلها من على النار وافضيها على الكنافه اللي انا كنت سايباها في الصينيه، وهفردها وهسيبها يعني مدة 3 4 دقايق كده تتشمع عندي على يعني المهلبية اللي انا عاملاها دي تتشمع، وشها يتشمع، عشان لما اجي اضغط الطبقة اللي فوق مش تطلع عندي فوق الكنافة وتتحرق مني في الفرن وتعمل ريحة مش كويسة ويبقى طعمها ممرر كده. بعد كده انا جبت عندي النص التاني اللي انا كنت راكناه على جنب، وبدأت بقى ان انا انزل على القشطة بالكنافه. بصوا انا بضغط على الكنافه نفسها، ما شاء الله مش بتطلع عندي، بضغط قصدي على المهلبيه نفسها، مش بتطلع عندي من الجناب او كده، لا ما شاء الله مظبوطه وتقيله، ومش هتفك معانا بسهوله في الفرن. حتى وانتي بتقطعيها مش هتلاقيها بتتقطع معاكي كده دايبه ويعني مش بتقرمش وطريه وكده، لا ما شاء الله هيكون طعمها حلو. ده ربع كوبايه الزيت اللي انا كنت راكناه على جنب، بدات ان انا احطه على الوش وادهنه كويس كده عشان تبقى متحمره ولونها ذهبي زي ما انتوا شايفين. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الأوسط، فضلت عندي نص ساعة، وآخر 5 دقايق شغلت عليها الشواية من فوق، وكنت عاملة لها شربات عبارة عن كوباية ونص من السكر وكوبايتين من المية، وغليتهم سبتهم يغلوا شوية، وبعد كده حطيت عليهم عصرة نص ليمونة، وسبتها تغلي برضو 3 دقايق على النار بعد عصرة النص ليمونة، وطفيت عليها. كانت الشربات باردة والكنافة سخنة، وبدأت ان انا اقطعها بقى وزينتها بالفستق الكداب. ما شاء الله يا بنات كان طعمها تحفة. طبعا التزيين ده حسب ما انتوا حابين، يعني الطعم اللي انتوا حابين تدوقوه مع الكنافة وكده عادي ممكن تستخدموه، وبألف هنا.